السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. من الحاجات اللي اتعودنا عليها في بيوتنا ان دايما يبقى فيه مخلل جنب الاكل، حاجة كده تفتح النفس جنب الاكل وتدي طعم مختلف لأي اكلة. النهاردة هنعمل نوعين بيكملوا اي سفرة: بدنجان مخلل وطماطم مخللة. حاجات بسيطة لكن على طريقتي، بتتبيلة رهيبة هتعجبكم جدا. تابعوا معايا الفيديو للآخر وتعالوا نشوف حضرناه ازاي. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. يلا بينا نبدأ. أول خطوة معايا بجيب البدنجان العروس وبغسله كويس وبنضفه وبسيبه بالقمع بتاعه بالشكل ده. وتاني خطوة معايا مية مغلية بنزل فيها ببنجر أحمر مقطع مكعبات علشان يدينا اللون الأحمر الحلو الجميل، وبنزل بالبدنجان بتاعي. بتقل عليه بحاجة تقيلة علشان البدنجان ما يعومش على الوش، ما يقبش لفوق. وبرفعه على النار وبسيبه مش اكتر من 5 دقايق علشان الباذنجان ما يتهريش مني. انا عايزاه يبقى ماسك نفسه كويس. ودلوقتي بعد ما الباذنجان اتسلق، تعالوا نشوف. بيكون بالشكل ده، ما اخدش مني اكتر من 5 دقايق زي ما قلت لكم. بطلعه من الميه وبسيبه يبرد، بسيبه يبرد تماما قبل ما اشتغل فيه. والميه اللي سلقنا فيها الباذنجان ما برميهاش، لا بسيبها على جنب، هنحتاجها بعدين وهقول لكم ازاي. وبشيل بقى القمع بايدي بالشكل ده. انا هنا كنت سايبه القمع علشان الباذنجان يفضل محتفظ بلونه الابيض الجميل من جوه زي ما انتوا شايفين. هخلص كل الكميه وهقمع الباذنجان بتاعي، وبعدين هفتحه سندوتشات وهسيبه يفضي ويصفي كل الميه الزياده الموجوده فيه. ودلوقتي هحضر للتتبيله. وللتتبيله بتاعتي معايا فلفل رومي احمر بارد، ومعايا قرن فلفل احمر حامي. حابين تخلوا كل كمية حامي مفيش مشكلة، ده بيرجع لكم انتوا. وفي الكبة او في الخلاط بنزل بالثوم، وبقطع الفلفل الاحمر، وبنزل عليهم بعصير ليمون. انا استخدمت حوالي 4 حبات من الليمون. بضيف عليهم ربع كوب من الخل الابيض وبفرمهم. وبعد ما اتفرموا معايا بالشكل ده، باخد نص الكمية وبشيل النص التاني في بولة. بنزل بنص كمية التتبيلة، بضيف عليها حوالي كوب من مية السلق. بضيف عليهم معلقة كبيرة من الملح وبقلبهم كويس. انا هنا دقت الملح كان مظبوط، ما كانش محتاج اي حاجة. بركنه بقى على جنب وببدأ احشي الباذنجان بتاعي. بحشي الباذنجان بباقي التتبيلة وبرصه في علبة محكمة، وبنزل عليه بالسائل اللي حضرناه مع بعض. السائل ده اللي هيحفظ الباذنجان بتاعي لأطول فترة ممكنة وهيديله بقى الطعم النهائي. وبكده بيكون جاهز معايا احلى بدنجان مخلل. هدخله التلاجة واخد منه وقت اللزوم. انا هنا قدمته، شايفين شكله ما شاء الله، فعلا يفتح النفس على الاكل. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. ودلوقتي هحضر للطماطم المخللة. معايا هنا طماطم لحم جامدة، بغسلها وبنضفها كويس وبقطعها للأرباع بالشكل ده.
ولو حجمها كبير بقسمها 4 وكل ربع بقسمه على 2. بعد ما خلصت كل الكمية هجهز للتتبيلة. وللتتبيلة بحتاج فلفل أحمر حامي مفروم، فلفل أخضر حامي مفروم، معايا هنا حزمة من الكزبرة الخضراء، بضيف عليهم توم مهروس. أنا استخدمت حوالي 10 فصوص من التوم المهروس. تقدري تفرمي كل الكمية دي في الكبة أو في الخلاط. بضيف عليهم ربع كوب من الخل الأبيض، معلقتين من الزيت بتدي لمعة حلوة قوي للتتبيلة. استخدمي زيت الذرة أو زيت الزيتون المتوفر عندك. واضيف عليهم معلقة صغيرة من الكمون، والكمون إضافة مهمة جدا. نص معلقة من الشطة أو الفلفل المطحون، معلقة صغيرة من الملح، وياريت تذوقي انت الملح بنفسك. وبقلب كل المكونات مع بعض كويس. وبكده بتكون جاهزة معايا التتبيلة بتاعتنا. بنزل عليها بالطماطم وبقلبها في التتبيلة، وبخلي كل قطعة تاخد الطعم والنكهة. يفضل اني احضرها قبل الاكل بساعة، يعني ما تحضرهاش على الاكل على طول، وما تحضريهاش قبل الاكل بفترة طويلة. بغطيها وبدخلها التلاجة وبقدمها على الاكل على طول. تعالوا بقى نشوف قدمناها ازاي. شايفين شكلها وطعمها؟ مش قادرة اقول لكم، طعمها خيالي. وبكده بنكون خلصنا وصفتنا النهاردة. اتمنى انكم تجربوها وتكتبولي في التعليقات. ولو عجبتكم الوصفة او عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك للفيديو. ودمتم على الف خير، مع السلامة.